شهدت المملكة المغربية خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح وتدشين عدد من الشركات بمناطق مختلفة، من بينها المجموعة اليابانية يازاكي التي افتتحت مصنعها الثاني بالقنيطرة والرابع لها بالمغرب يوم الأربعاء 28 شتنبر من الشهر الماضي، والذي يبلغ إجمالي الاستثمار بهذا المصنع نحو 333 مليون درهم، كما أنه يوظف حوالي 3300 عامل. يازاكي واحدة من الشركات الرائدة في عالم مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية والإلكترونية لصناعة السيارات. الجزائر قوة ضاربة. هشام بن لهوان شاب في مقتبل العمر دخل عالم الاستثمار والتصنيع بعد اكتسابه خبرة طويلة، خبرة نجمت عن عمله مع والده بالشراكة مع الأجانب ثم قال ماذا؟ بالشراكة مع الأجانب مصنع إنتاج الأحذية البلاستيكية الواقع عند مدخل مدينة ندية، ليستلم هشام المشعل ويكمل مسيرة الإنتاج بنفسه بالاعتماد على يد عاملة جزائرية مؤهلة وجدت بيئة مناسبة للاستثمار. اليوم يصنع هذا المعمل أزيد من 7000 زوج من الأحذية، كما يشغل 15 عامل من أبناء المنطقة، فيما يطمح هشام مضاعفة إنتاجه وتوظيف عمال آخرين، خاصة وأن صناعة الأحذية تمر عبر العديد من المراحل للوصول إلى المنتج النهائي. هشام مثال يحتذى به لشاب جزائري منتج وجد بيئة استثمارية مشجعة على الإنتاج ليبرهن اليوم على قدرته على رفع التحدي في ظل الظروف الحالية المشجعة على انطلاقة فعلية للصناعة المحلية وترقية الإنتاج الوطني.